عزيز آل سعود مساء أمس إلى المملكة المغربية في إجازة خاصة. وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين لدى وصوله أيده الله مطار طنجة رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران ووالي طنجة محمد يعقوبي والقائد المنتدب للحامية العسكرية بطنجة محمد المرابط ورئيس الجماعة الحضرية لطنجة فؤاد العماري ورئيس مجلس عمالة طنجة عبد الحميد برشان ورئيس المجلس العلمي محمد كنون والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف عبد السلام ميسار والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالنيابة بوشعيب الماحي ومدير جمارك منطقة الشمال الغربي حسن حلو ووالي أمن طنجة مولود خويا والقائد الجهوي للدرك الملكي محمد الغربي والقائد الجهوي للقوات المساعدة عبد الله أقصر والقائد الجهوي للوقاية المدنية عز الدين الخويلي. كما كان في استقبال خادم الحرمين الشريفين رعاه الله صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن محمد وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الدكتور عبد الرحمن بن محمد الجديع والملحق العسكري لدى المغرب العقيد ركن نبيل العايد وأعضاء السفارة السعودية بالمغرب وعدد من المسؤولين. بعد ذلك توجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في موكب رسمي إلى المقر المعد لإقامته رعاه الله. وقد وصل في معية خادم الحرمين الشريفين أيده الله كل من صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز ومعالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي ومعالي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ حازم المصطفى زقزوق ومعالي رئيس المراسم الملكية الأستاذ خالد بن صالح العباد ومعالي نائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية الأستاذ فهد بن عبد الله العسكر ومعالي نائب رئيس الديوان الملكي المكلف الأستاذ عقلة بن علي العقلة ومعالي رئيس الحرس الملكي المكلف الفريق أول حمد بن محمد العوهلي ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبد العزيز السالم حفظ الله عبد الله أقصر والقائد الجهوي للوقاية المدنية عز الدين الخويلي. كما كان في استقبال خادم الحرمين الشريفين رعاه الله صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن محمد وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الدكتور عبد الرحمن بن محمد الجديع والملحق العسكري لدى المغرب العقيد ركن نبيل العايد وأعضاء السفارة السعودية بالمغرب وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلمان بن عبد العزيز وعزيز آل سعود مساء أمس إلى المملكة المغربية في إجازة خاصة. وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين لدى وصوله أيده الله مطار طنجة رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران ووالي طنجة محمد يعقوبي والقائد المنتدب للحامية العسكرية بطنجة محمد المرابط ورئيس الجماعة الحضرية لطنجة فؤاد العماري ورئيس مجلس عمالة وعدد من المسؤولين. بعد ذلك توجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في موكب رسمي إلى المقر المعد لإقامته رعاه الله. وقد وصل في معية خادم الحرمين الشريفين أيده الله كل من صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبد العزيز والة طنجة عبد الحميد برشان ورئيس المجلس العلمي محمد كنون والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف عبد السلام ميسار والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالنيابة بوشعيب الماحي ومدير جمارك منطقة الشمال الغربي حسن حلو ووالي أمن طنجة مولود خويا والقائد الجهوي للدرك الملكي محمد الغربي والقائد الجهوي للقوات المساعدة